بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده بقى ارجع لكم بروتين جامد جدا ان شاء الله. هتشوفوا بقى في الاخر كده ان شاء الله ازاي فرشت رمضان بكل حاجة في الفرش اللي انا هعمله النهارده، من صنع ايدي، وبخامات بسيطة جدا وسهلة جدا، وبطريقة كمان سهلة قوي قوي ممكن اي حد يعملها في البيت بسهولة. يعني بخامات ما تخطرش على بالكم، من بواقي بقى لعب الولاد، كراتين وحاجات كده، ازايز ميه، اي حاجات بسيطه جدا جدا، وعملت بيها ديكور حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم باذن الله كده ما تنسوش تدعموني، و لايك الحلو، كومنت كمان جميل منكم يشجعني اني اكمل. ولو ما عملتوش اشتراك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله، اللي جاي اقوى جدا جدا. واتمنى كده الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ويحمسكم ان انتوا كمان تعملوا زيي، وتقوموا بقى تحضروا كده القعدة الجميلة لرمضان عشان نعمل جو اسري حلو كده دافي في شهر كريم وأيام جميلة، ونعمل لولادنا ذكريات كده يفتكرونا بيها إن شاء الله، زي ما إحنا كمان بنفتكر رمضان أيام ما كنا صغيرين في بيوت أهالينا، وبنفتكر الحاجات الصغننة اللي كنا بنعملها، زي مثلا الزينة اللي كنا بنزين بيها الشوارع. قد إيه كنا بنبقى فرحانين وإحنا بنحضر لزينة الشارع والفوانيس، وإزاي كنا بنفرح بأي حاجة صغيرة. فإحنا كمان بنحاول على قد ما نقدر، وربنا يا رب يقدرنا كده إن شاء الله، نعمل لولادنا كمان ذكريات يفتكروها ويفرحوا بيها. ولما يسرحوا كده ويفتكروا زي ما إحنا بنعمل كده، يبقوا فرحانين إن إحنا كمان قدرنا نعمل لهم ذكريات حلوة، ي ي يفتكروا بيها الشهر الكريم، وتفضل متعلقة معاهم دايمًا، وكل أمّا ييجي الشهر الكريم يفتكروها وهُم كانوا بيعملوا إيه وهُم صغيرين، ويفتكرونا إحنا كمان بحاجة كويسة، ويدعوا لنا دعوة حلوة كده إن شاء الله. ويا رب كده يدينا الصحة والعافية، ويديكم أنتم كمان يا رب كده، ويقويكم ويقدّركم إزاي تربوا ولادكم على إنكم ت ت تخلّوهم كده إيه، فرحانين دايمًا، مبسوطين دايمًا بأقل الإمكانيات وبأقل الخامات وفي أضيق الظروف. ربنا كده يا رب يعدّي الأزمة على خير إن شاء الله، وبنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نفرّحهم. فهافرّح ولادي ومش هاحرمهم من حاجة، وهاعمل لهم ديكور رمضاني جميل أوي، 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 بخامات حلوة وصغنّونة كده على قدّي، وما اشتريتش أي حاجة السنة دي خالص. يا رب كده ربنا يقوينا كلنا ويقدّرنا يا رب، ويخلّي لنا كده أولادنا، ويخلّي لي كمان جوزي اللي دايمًا معانا، بنخلّيه بقى إيه، يبقى كهربائي ويبقى نجّار ويبقى كل حاجة بصراحة في الأيام دي يعني. ربنا كده يا رب يقويه ويدّي له الصحة والعافية ويخلّيه لينا ما يحرمناش منّه أبدًا، ولا من دخلته علينا كده يا رب. يالّا بقى نبدأ كده الروتين الحلو بتاعنا كده. الأول دي أوضة الولاد زي ما أنتم عارفين. شِلت بقى طبعًا الكنب، وطبعًا كُلّنا عندنا ولاد وعارفين الفرافيت اللعب الصغنّنة اللي بتبقى مزروقة كده في كل حتّة. وده عملت كمان فرش للكنب جديد، هو مش جديد أوي يعني هو كان قماش عندي، وخيّطت فيه ملاية كانت قديمة عندي برضه، يعني هي كانت القماشة مش هتكفّي بصراحة إن أنا أعملها وِش وضهر. فيعني اخترعت كده اختراع كده على قدّي، وقُلت إيه، ما فيش مانع إني أخلّيها مثلًا من تحت بأي حاجة تانية، أي قماشة يعني، وأخلّي بس القماشة اللي عندي الحلوة اللي أنا عايزاها تبقى من فوق دي، تبقى من على الوش بس من فوق. وغيّرت بقى ملاية السرير بتاعة الولاد، وحطيت لهم ملاية بقى كده حلوة عليها الرسومات بقى بتعجبهم، عشان أعمل لهم برضه جو كده حلو، ويبقى الأوضة كده كلّها فيها بهجة، ويحسّوا إن كلّها اتفرشت حاجات جديدة، فيبقوا فرحانين. وهُم أصلًا أنتم شايفين في الفيديو كانوا ما شاء الله يعني ما شاء الله يا رب كده، يا ربنا يحميهم ويحفظهم، كانوا مبسوطين بالموضوع. ده كان قبلها بيوم أهي باورّي لكم بقى الخامات اللي أنا عملت بيها، دي السبورة بتاعة الولاد. أنا رسمت عليها خطين كده هُم مش باينين أوي لإن القلم كان خفيف. بترسمي خطين كده بالمقاس اللي أنتم عايزينه، وبعدين بمسدس الشمع كده عملت إيه، زي سور كده هاعمله الطبق اللي هو بتاع الحلويات ده، الطبق ده بيبقى في كل بيت يعني. طبق بقى جالِك فيه تورتاية، طبق حلويات، ممكن تشتريه من عند بتاع مستلزمات الحلواني، هتلاقيهم بيتباعوا هناك بالمقاس اللي يعجبِك بقى اللي يريحِك، صغير، كبير، اللي أنتِ عايزاه.
وهتتعمل دلوقتي بجد ديكور حاجة حلوة أوي، أوي، أوي هتعجبكم إن شاء الله، وأهي بخامات ولا آآ كلّفنا بقى ولا اشترينا أي حاجة، يعني كلّها حاجات كده إيه بسيطة إن شاء الله وتبقى على قد إيديكم، وكمان تبقى سهلة وتقدروا تعملوها بنفسكم في البيت. هنا أنا كنت عاملة جزء أهو بُصّوا عامل إزاي بعد ما شِلته بقى من على السبورة طبعًا لإن الورق بتاعها بيبقى زي ورق الزبدة كده مش بيلزق، فالشمع بيطلع معايا. بُصّوا أنا هاعملها بقى صورة أهو كده للطبق، هنعمل منه الصينية هي الmodern اللي موجودة على النت دلوقتي. عملناها أهو بخامات بسيطة خالص. بُصّوا علبة البوية دي بقى صغنّنة كده مش غالية خالص يعني، جِبتها من عند بتاع البوية لونها دهبي. اللون الدهبي دلوقتي trendy أوي مع الأبيض كمان، فأنا قُلت لأ هاجيب الدهبي هو هاعمل بيه حاجات كتير، يعني هينفعني بعد كده إن أنا أعمل بيه ديكورات كتير، وكمان إن شاء الله هنحضّر بيه بقى ديكورات للعيد، بس إن شاء الله ربنا يبلّغنا رمضان الأول على خير يا رب. وده المفرش اللي كنت قطّعت منّه للcushions، عملت منّه الcushions وكمان الباقي طبعًا مش هنرميه يعني، عملت منّه مفرش بقى للكومودينو اللي هو اللي تحت التلفزيون عندي، ركّبت فيه الكنار اللي هو اللي أنتم برضه شُفتوه قُلت لكم كنت جايباه من عند الخدّواتي، تقريبًا المتر بتاعه ب3 جنيه أو ب4 جنيه حاجة كده، وهو أصلًا أستك فبيمُط معاكم مش يعني لو أنتِ مطّيتيه بيدّي مساحة أكبر، يعني بيدّيكِ طول أكتر. وطبعًا هنا حتّة الأوضة بتاعة الولاد ما بتخلاش من القِلِمة، لازم يبقى فيها شقابيط كده، فدايمًا أول بأول كده باغسلها أوام، مش باخلّيها تبقى موجودة يعني. وأدي الفرش أهو اللي أنا قُلت لكم عليه، هنا كنت خيّطته، أنا خيّطته في يوميها الصبح يعني، قُمت الصبح بدري عملته على المكنة، عشان أنا عندي المكنة الحمد لله الحاجة مش بتاخد معايا وقت يعني، بسرعة باعملها، وبصراحة حلوة يعني زي ما اتربيت إن في بيت أمي في مكنة دايمًا كانت بتسعفها بتعمل بيها حاجات كتير، أي حاجة مثلًا عندنا إحنا عايزين نعملها من هدومنا إحنا كانت بتخيطها لنا، حاجة بقى اتقطعت، حاجة كده عايزة تعمل فرش كده، طلعت أنا كمان حبيت إن يكون عندي المكنة ديّة في البيت، طبعًا بجانب إن أنا كان ده لشغلي يعني، بس ما حبيتش إن أنا بصراحة أفرّط فيها خالص يعني، هتفضل موجودة إن شاء الله في بيتي، مهما ربنا يدّيني من إمكانيات ويوسّع عليَّ هتفضل موجودة، لإنها بجد بتسعف، و وزي ما اتربينا كده إن أمهاتنا كانوا دايمًا بيعملوا كل حاجة بإيديهم، فإحنا كمان بنحاول إن إحنا كمان نعمل كل حاجة بإيدينا، وربنا يا رب يقوينا ويدّينا الصحة كده. هنا كنت خلّصت بقى آآ فرشت الأوضة اتغدينا كمان، عملت الغدا اتغدينا، وقُلت بقى إيه أشطّب بقى الأوضة خالص أهي، أعلّق بقى الستارة بتاعتي، وأحط بقى المفارش والحاجات اللي هي الtouch الأخير بقى بتاع رمضان. آآ عايزاكم تدعوا لموسى ابني، ربنا يا رب كده يتم شفاه على خير. آمم هو أصلًا عنده حساسية صدر، فربنا يا رب يحميه لي ويحفظه يا رب كده، واتكب عليه الشاي من يومين. ده السبب اللي أخّرني إن أنا أنزّل لكم فيديوهات، الحمد لله، الحمد لله إن هي جات بسيطة، جات حتّة في دراعه كده، بس يعني غليظة شوية، ادعوا له كده إن ربنا يقويني ويتم الشفاء على خير يا رب كده، ويقوي قلبي إن أنا باغيّر له عليها كل يوم، وحبيبي أهو ما شاء الله عليه دايمًا بيحب يساعدني، ربنا يحميه لي يا رب ويحفظه ويخلّيه لي كده يا رب، ويحفظهم كلّهم يا رب ال3. بيقول لكم بقى حطّوا لايك، ما تنسوناش في اللايك لو عجبكم الفيديو إن شاء الله تحطّوا لنا لايك وتدعمونا وسبسكرايب بقى وشير كمان يا رب كده يجعله كده في ميزان حسناتكم كده يا رب، شير بقى كده عشان القناة تكبر بيكم ومعاكم وليكم، وأقدر إن أنا أفيدكم وأقدّم لكم كل جديد دايمًا. دي الصور دي كانت عندي برضه من السنة اللي فاتت، بصراحة أنا السنة دي ما اشتريتش أي حاجة خالص لرمضان. ربنا كده يا رب بس يقوينا ويعدّي الأزمة على خير إن شاء الله. الحاجات دي كانت عندي كلّها، الصور دي كنت جايباها تقريبًا الواحد ب5 جنيه أو حاجة كده، فحلوين إن هُم بيفضلوا إن شاء الله الحمد لله يعني مكمّلين معانا ما بنحتاجش حاجة، وأدي الcushions اللي عملناها أهي كمان،
أشكال بقى الخيامية الرمضان الجميلة والرسومات الحلوة بتاعتنا. ربنا كده يجعله دايما في ميزان حسناتنا يا رب، الأعمال اللي احنا بنعملها في رمضان من صلاة وعبادة وقيام. وربنا يا رب كده يعيده علينا دايما بخير واليمن والبركة يا رب، ويملى بركة في بيوتنا وبيوت أهلينا، اللهم أمين. ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، ويبلغنا رمضان يا رب لا فاقدين ولا مفقودين على خير بإذن الله. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك، وأشوفكم دايما على خير يا رب، ودايما تفضل بيوتكم عمرانة بالخير والفرح والسعادة يا رب دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.